شو جاب؟ شو ما في اهلين وسهلين؟ بالاخر شو بدك؟ شو نسيت انه انا ابنك ومن واجبك تساعدني؟ كل ما ساعدك واعطيك مصاري بتوقع بمصيبه اكبر من اللي قبلك. يعني بفهم من حديثك انه ما حتعطيني هلا. مو الاسبوع الماضي اعطيتك 100,000؟ خلص ولازمني هلا. خسرتهم بالقمار؟ ولا سهرت فيهم مع شي بنت نوريه؟ ولا عم تحشش؟ انت امتى رح تكبر؟ روح ما رح اعطيك ولا قرش لحتى موت. ان شاء الله عن قريب. اهلين باشا. اهلين اهلا وسهلا سيد عماد، تفضل. خلاص تمام، انت مشي لنا اياه ب 200 وانا بكرمك. سيد جوني، تمام. السيد عماد مستنيك بالصالون. طيب تمام، نحن بنحكي بعدين. اوكي؟ اهلا سيد عماد. اهلا سيد جوني، كيفك؟ اهلا، تفضل. كيفك سيد جوني؟ تمام ماشي الحال. انا ابراهيم بلش بشغل فورا؟ ايه اكيد سيد جوني، يعني مثل ما بتعرف الشغل دائر، الناس عم تبيع اكثر ما عم تشتري، يعني مصلحتنا نتعاون سوا. هو حكيك صح 100%. بس انا فكرت بهالشي. فكرت نفتح مشروع ببيروت، والربح اكيد رح يكون كبير كوننا نحن عم ناخذ البضاعه بالشام بتراب المصاري. بدكم شيء مني معلمين؟ انت خليك وافهم شوي. ايه عجبتني الفكره. اتفقنا لكون انت بتشتغل بالمحل، النسبه رح تكون 70% الي 30% لك. سيد جوني اكيد عم تمزح، يعني ليش ما تقسم 50-50؟ بالعكس، انا عم بحكي كثير جد. انا عندي علم بالبضاعه اللي تهربت وامتى وكيف ومين اللي هربها، وعندي ادله على هالشي، وبظن الصفقه كانت من مصلحتك وفهمك كفايه. شو يعني عم تهددني؟ انت غلطت كثير ورح تدفع الثمن. فهمها كيف ما بدك. يا ابو مرعي، معلم وصلوا على الباب. تفضل معك يومين تفكر. ماشي. تفضل باشا. يلا. اقرا. في شريمة أرض صايرة بفيلا للسيد جوني، السيد جوني هو المخدوم. عرفت وين موقع الفيلا بالضبط؟ اي نعم. مو خرا. سيدي انا راح اشوف مع ناصر. سيدي ما في كسر لا شبيك ولا بوابه الفيلا، لقينا كف زباله من زباين الفيلا عليه دم. جيب لي الكف. أمرك سيدي. ايه الكف سيدي؟ خدوا عن المخبر ليه يثبتوا انه هذا دم الموضوع. امرك سيدي. يا مساعد جميل، ايوه سيدي. روح نشوف فتش الجيران. تفضل سيدي.
يا هلا تفضل. فيش شكرا كثير. اهلا وسهلا. يلا نورت يا هلا. منورة بوجودك. والله سؤال بس سيد سمير، شو شفت امبارح فيلا السيد جوني؟ شفت شي غريب؟ الحقيقة يا سيادة المحقق نحن كنا راجعين من السهر يوم الخميس، ما بيجي أبو مرعي على الفيلا، واستغربنا بوجوده يوم الخميس بالفيلا. مين هو ابو مرعي؟ بيكون ناطور فيلة السيد جوني. أمر. حضرتك عبد المرعي؟ ايه انا تفضل معنا. لوين؟ عم بدك تفضل معي بلا كثرة حكي. طب في مجال بس غير وعي. دقيقتين معه. يلا. كيفك يا ابو مرعي؟ من الله منيح سيدنا. سيدنا ليش جبتونا هون؟ شو بدكم مني؟ احكي لي لشوف، وين حطيت اللي سرقته؟ سيدي انا ما سرقت شيء. اكذب اولك؟ سيدي في مجال بس فهمني انا شو مساوي؟ شوف لا تستغبيني، احكي وبلا لف ودوران. سيدي كرمال الله لا تخوفني، بس قلي شو بدكم مني سيدي؟ معلمك جوني انقتل امبارح وانسرقت خزنته. شلون مات سيدي؟ يعني مو انت اللي قتلته؟ سيدي انا لحم كتافي من خيره يا سيدي. بعدين هو كان يعاملني احسن معامله يا سيدي، وانا نمله ما بحسن قتله. الجيران شافوك امبارح فايت على الفيلا، والكل بيعرف انه انت ليلة الخميس بتبات ببيتك، والباب انفتح بمفتاح، ومعلومك ما حدا معه مفتاح غيرك. فتت سرقت اللي سرقته، ولما طلع لك بوشك قتلته. حملت حالك ورحت على بيتك وكأن شيئا لم يكن. سيدي انا صحيح رجعت على الفيلا. انا طلعت من بيت الفيلا سيدي، ورحت مشان اروح على بيتي. بات هونيك. قلت لكم يعني بتعرفوا انتم انه يوم خميس انا بات ببيتي. رجعت بعدين لانه تذكرت انا انه شفت انه انا نسيان جزداني يا سيدي، والجزدان كمان نسيان هويتي فيه. رجعت على الفيلا واخذت جزداني سيدي، واخذت الهوية كمان، ورجعت رحت على البيت. هذا كل اللي صار معي يا سيدي. يعني مو ناوي تعترف؟ سيدي بشو بدي اعترف؟ كرمال الله قلي. طيب رح طول بال عليك شوي. قلي لشوف، شو صار بالفيلا امبارح من وقت ما فقت الصبح لوقت اللي اخذناه؟ الصبح رحت لحتى اجيب لسيد جوني فطور. رحت بعدين رجعت سيدي، لقيت سيارة ابنه لسيد جوني اسمه خليل. فتت بعدين على البيت لقيتهم كانوا عم يتخانقوا سيدي، لانه خليل طلب من جوني وقتها انه مصاري، طلب منه مصاري. سيد جوني ما اعطى، لانه بيعرف انه اذا اعطاه بده يصرفهم على النسوان وعلى السكر وهيك. بعدين راح السيد خليل واجا سيد عماد، اسمه عماد حلبوني اسمه سيدي. هو بيشتغل كمان مثل السيد جوني، بيشتغل بالمجوهرات، بتجارة المجوهرات والذهب وهيك. سيد جوني كان يقول لي انه تكون عنده سيد عماد انه انا ضل انه جنبه مشان اذا صار ما صار. وبالفعل انا ضليت. قال لي خليك جنبي. وتخانقوا هنين، هو وسيد عماد تخانقوا سيدي، لانه وقتها كانوا بدهم يفتحوا مشروع سوا. سيد جوني هدده وقال له وقتها. بالعكس انا عم بحكي كتير جد. انا عندي علم بالبضاعة اللي تهربت، وامتى ووين ومين اللي هربها، وعندي ادلة على هالشي.
يعني بظن انه هالعقد من مصلحتك الك وفهمك كفايه. تهددني؟ والله دفعت. فما كيف ما بدك. يا ابو مرعي نعم. وصلوا على الباب. بعدين عزلت الفيلا سيدي، طلعت على شي الساعة 12 مثل ما قلت لكم. سيد الهوية والجزدان رجعت اخذتهم ورحت نمت ببيتي سيدي. بعدين انتو جيتوا اخذتوني مثل الكلب لهون على الفرع سيدي. مساعد جميل، يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. خذ. أمرك سيدي. تفضل. شو صار معك سيدي؟ والله لساني شاكك انه هو القاتل. ليش سيدي؟ الكفي اللي لقيناه بالزبالة عليه دم المغدور وعليه وصمة من قط واحد تاني. صح والله سيدي. والذهبات ما لقيناهم ببيت ابو معين. صح. المهم هلا جيب لي ابن المغدور وجيب لي شخص اسمه عماد الحلبوني. شوف لي كمان على الكف من جوا بصمات لمين اذا لواحد بينهم. أمرك سيدي. تفضل سيدي عماد. مرحبا سيدي. اهلا سيد عماد، يا اهلا وسهلا، تفضل. كيفك؟ تمام ماشي الحال. يا اهلا وسهلا فيك. بتعرف ليش انت هون سيد عماد مو؟ بعرف انه سيد جوني قتل من سنة خزنته. وشو اللي عرفك؟ السوق كلها دليت الموضوع. تمام، وانت كنت عنده يوم اللي انقتل؟ ايه كنت عنده، كنا عم نتفق سوا مشان نفتح شي مشروع بلبنان، يعني مثل ما بتعرف السوق عم تبيع اكثر ما عم تشتري. بس هو هددك بموضوع البضاعة اللي انت مهربها من كم يوم. طبعا نحن بنعرف انه انت شغلك مو شرعي. وبنعرف انه البضاعة تهربت من كم يوم، بس ما عنا دليل ضدك. سيدي حتى لو كنت انا اللي مهرب البضاعة، اكيد تهديده ما يخليني اقتله. بعدين سيدي بس تلاقي الدليل بامكانك تعتقلني. تريد مني شي تاني سيدي؟ بإمكانك تمشي. بس سيد عماد انت ممنوع من السفر. ما في مشكلة. سيد عماد، شو بتعرفي عن ابن المغدور؟ خليل كان يشتغل عندي لفترة، بعدين استغنيت عنه لأنه زلمة متهور وعنده كتير أغلاط. بدك مني شي تاني أستاذ محقق؟ لا الله يعطيك العافية، فيك تمشي. سيدي المتهم أبو مرعي حابب يشوفك. استنى شي نص ساعة بعدين فوت. أمرك سيدي. شو يا ابو مرعي؟ جاك علي الرحمن وحاب تعترف؟ سيدي لحلك كل شي بعرفه. هلا بلشت تفهم علي، صدقني اذا بتعترف لحسادك بحكمك. سيدي هو رفيع عمري. انا اول شي قلت لحالي انه بلا ما اجيب سيرته، بس براتي بايده. هو كل ما كان يجي يروح الفيلا سيدي كنت حس انه هو بده يسرق الفيلا. كنت حس اي غرض عينه عليه. ومرة كان عندي بالغرفة اللي بالفيلا، بعد ما طلع من عندي كان بدي انزل على الابو تبع الفيلا، فاخذت مفاتيح البيت، او بالاحرى شكلت المفاتيح حط فيها كل المفاتيح تبع الفيلا. لقيت انه مفتاح شقة الفيلا ما له موجود فيها. بعدين هو رجع لعندي وقتها وقال لي انه هو نسيان جزدانه. بعدين قال لي لا تذكرت انه جزداني ما كنت نسيانه. وبعد ما طلع لقيت مفتاح الفيلا موجود على الطاولة، وما كان موجود قبل ما يكون موجود عندي. فانا بعتقد انه هو اخذ مفتاح وراح نسخه، بعدين رجع لي اياه. شو اسمه؟ الصيف البغدادي ابو هاني. يا مساعد جميل، أمرك سيدي. جيب لي واحد اسمه الصيف البغدادي، حاكي الانتربول وكل حدودنا بالبلد لا يخلوه يطلع من البلد، وشوف لي البصمات اللي بقلب الكف اذا له لما لا. أمرك سيدي. بس المساعد راضي استجوبه لابن المغدور وقال له بتعرف السيد جوني والده انقتل وسرقت خزنته؟ ايه نعم عرفت، مشان هيك رجعت من السفر. نحن تخانقنا بنفس اليوم اللي انقتل فيه الله يرحمه، لانه كان بدي منه مصاري وما اعطاني. بعدين رحت على المطار
كانت طيارة الساعة 8. سافرت على مصر مثل ما بتعرفوا، لأنه السيد عماد معلمي طلب مني اسافر لهونيك مشان اشوف وضع تجارة مجوهرات. بس انت ما تركت الشغل عندهم؟ لا ما تركت. شو لا؟ علي ابو هاني، وينك غاطت كل هالايام؟ عم ندور عليك. كنا حابين نشربك فنجان قهوة معنا. على كل هاي ما صار شيء، لقيناك هلا. الله يخلينا اياكم يا سيدي. انت دريت بمقتل السيد جوني ما؟ مين سيد جوني سيدي؟ شوف ابو هاني، اكره شيء عندي الواحد يكتب عليه. الله يرضى عليه خلينا رايقين. واحكي لشوف، ليش كنت بحلب؟ لانه مرتي حلبية يا سيدي، وكان لازم نروح نزور اهلها. بس مرتك طلعت قبلك. ايه صح سيدي. وليش ما طلعت معها؟ يعني كان عندي شوية شغل سيدي، هيك كم شغلة بدي اسويها يعني. كم شغلة وشو هن هالكم شغلة بقى؟ يعني سيدي شوف رفقاتي، يعني سلم عليهم، معارفي، قرايبي. اسمعوا له، انا ما عندي وقت ضيعه معك، يا بتقرب تعترف بكل شيء، بخلي المساعد جميل ينزلك لتحت تخليك تحكي شيء صار وشيء ما صار، فهمت؟ سيدي انا كان السيد جوني كان لازم سواق، قلت لحالي اني انا بضل بركي اذا طلبني او شيء على الشغل يعني وهيك. الظاهر انك ما عم تفهم علي بنوب، لا تخليني نزلك لتحت وارجيك شيء ما يعجبك، خليك تفهم علي مزبوطها. ليش يا سيدي؟ هي فبركات مو علي ولاد، يا بتقرب تعترف بكل شيء مو برجيك وش الثاني اللي ما بيرحم، ساعتها والله بخليك تتمنى الموت وما تلاقيه. احكي لشوف. شو بدي احكي يا سيدي؟ وين كنت امبارح الساعة 1؟ بالبيت سيدي. كذاب! شو بدي احلف لك يا سيدي؟ وبصماتك اللي عكفوا لك؟ انو كف سيدي؟ الكف اللي سرقت فيه وقتلت. انا لا سرقت ولا قتلت سيدي. بصماتك اللي على الكف، الدلائل كلها ضدك، اعترف احسن لك احسن ما نزلك لتحت خليك تقول كل شيء ولا. خلاص يا سيدي خلاص. شو خلاص؟ يا مساعد جميل! انا قتلته! سيدي أنا أخذت مفتاح باب الفيلا من شكلة مفاتيحه لأبو مرعي، يعني بدون ما ينتبه رحت بسرعة ونسخته سيدي. بعدين رجعت له اياه، حطيته على الطاولة، عملت حالي انه بتجيب غرض من عنده، نسيت غرض مشي الحال سيدي. كنت انا بعرف انه كل خميس السيد جوني يعني بيروح مع رفقاته بيسهر مرة، وكان ابو مرعي يوم الخميس ما ببات بالفيلا سيدي. فقلت لحالي انه هي يعني احسن فرصة، فاستغليتها سيدي وفتت مسار الخميس المساء على الفيلا سيدي، وفتحت الخزنة وقشيت اللي قشيته سيدي، وبعدين وانا طالع سمعت صوت، كان السيد جوني طالع سيدي، راجع من سهرته، ما عرفت شو بدي ساوي، معي عصاية سيدي، علقت حالي حملتها وضربته على جبيني. لما وقع على الارض سيدي خفت كتير، زتيت العصاية وضليتني ماشي، زتيت الكبوب اللي كنت عم اشتغل فيهم بقرب حاوي على الفيلا سيدي، ركبت موتوري
هربت. الساعة 7 الصبح فت ركبت البولمان بوشي على حلب سيدي. هيك لك. بس والله يا سيدي أنا ما كنت ناوي أقتله، والله ما كنت ناوي أقتله. هو طلع لي بوشي وما عرفت شو بدي أساوي. ما كنت ناوي أقتله سيدي. سيدي هو في عمري. ليه كان يشتغل عندي لفترة بعدين استغنيت عنه هو زلمة انت ما تركت تشتغل عندي؟ لا ما تركت. أنا أخذت مفتاح. والله لساني شاكك انه استغربنا بوجوده يوم الخميس. لقينا كف زبالة من زباين الفيلا. كيفكن يا شباب؟ تمام الحمد لله سيدنا. ابو هاني اعترف بانه هو اللي قتل المغلول. كان فيني سكر المحضر امبارح بس كان في شيء ناقص وهلا لقيته صار فيني سكر المحضر. يا سيدي صدقني اني قتلته من غير قصد. ابو هاني اعترف انه ضرب المغلول ضرب واحدة على جبينه وقع وما عاد حسن يتحرك. ابو هاني خاف وهرب ركض لبرا شلح الكفوف وزتهم بالزباله اللي برات الفيلا. بس نحن وقت دورنا لقينا في كف محطوط بقلب الفيلا، قلب زباله بالفيلا. هذا معناته تفسير وحيد يا ابو، انه كان في واحد عم يلحق واخذ كف وحطه بقلب زباله الفيلا. شو قصدك سيدي؟ قصدي انه مو ابو هاني اللي قتل المغلول. سيد عماد، انت بتحب دائما تمشي وتحمل شمسيه بايدك؟ ايه صح. وبتفضل هذا اللون من الشمسيات. صح انا بفضل اللون الازرق. انت ضوعت شمسيتك عند المخدوم يا سيدي. يوم اللي كنت عند الظهرية. ايه صح. سيد عماد، الضربة اللي ادت لمقتل السيد جوني هي ضربة شمسية مثلين. شو قصدك سيادة المحقق؟ بحلك شو قصدك. القاتل كان عم يفكر يقتل السيد جوني بس كان عم يستنى الوقت المناسب. ولما دري انه ابو هاني بده يسرق فيلا قال لحاله هذا الوقت المناسب. بما انه السارق هو نفسه القاتل. مشان هيك لحق ابو هاني واخذ كف ورماه بالفيلا مشان يسهل على الجنائيه تلقط الدلائل. القاتل كان ذكي كثير بس لحسن الحظ ارتكب غلطه كبيره. سيد عماد اكد انه نسي الشمسيه عن المكتوب. ايه صح. شو قصدك سيدي؟ قصدي انه القاتل لما شاف السيد جوني منحوش على الارض قرر انه يضربه بشيء على راسه مشان ما يضربه برصاصه، لانه اذا لقطنا المسدس بتفتيش جنائيه رح نعرف مين هو القاتل. لقى الشمسيه قدامه ضربوا فيها وراح ليغسل الدم من عليها. عم غسل بالغلط بصماته وبصمات السيد عماد، بس لحسن الحظ انه بصماته ضلت معلقه بقعر الشمسيه.
مظبوط يا ابو مرعي؟ مظبوط مظبوط. تعرف ايش قتلته سيدنا؟ تعرف ليش؟ انا كنت عرفان انه هو بده يسرق. كنت عرفان تماما انه بده يسرق. انا شفته اخذ المفتاح من سيدي. اخذ المفتاح كان بده يسرق. عرفت انه يوم الخميس بده يسرق سيدي. انه الجمعة اللي هو يسافر على الجمعة. انا كنت عرفان انه الخميس بده يسرق سيدي. وانا ما يضمن. ما بقول سيدي. ابدا ما يضمن. انه هذا شوي كلب. تعرف ليش كلب سيدي؟ كلب هو هن يدبرون حياتنا سيدي. يدبرون. أنا كنت ضيع سيدي. كان أبي ما كتير مصاري. كان كتير ما مصاري سيدي. كان عندنا أرض طعمي أهل الضيعة كلهم كانوا طعميهم سيدي. كان طعمينا هي الأرض. بس هذا جوني هو وأبوه الكلاب كانوا دائما يتحاوروا معنا سيدي. وأقول الكلب جوني حرقنا الأرض سفر كلها. ما عاد شيء منها. بعدين عطى للمخفر تبع البيعة بشوي وصارت الحادثة قضاء وقدر. صارت الحادثة قضاء وقدر سيدي. تعرف شو سوى جوني؟ قتل أبي. بعد ما انحرقت الأرض أبي جيته جلطة ومات. أنا ما يبقى أحرق أبدا ما يبقى. ليش بدك؟ دم أبي. هذا دم أبي. أنا هلأ انتقمت. كان لازم انتقم من الكلب جوني. بعد ما مات أبوه الكلب. أنا ما لي إيمان أبدا.